فضيحة. عضو الرابطة بيهدد بيراميدز والزمالك غرقان في الديون والأهلي هو الاستقرار. تابع معايا. السلام عليكم. كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك النهارده بيقول انه سدد 6 مليون دولار مستحقات على نادي الزمالك فك بيها القيد. كابتن حسين لبيب ناسي انه اتعرض عليه 6 مليون دولار في زيزو من نادي الشباب السعودي من 8 شهور وهو رفض، ودلوقتي زيزو مشي ببلاش. ثروت سليم عضو رابطة الأندية بيقول انه ما خصمش ال6 نقاط من النادي الأهلي لحماية استقرار الدوري. يا راجل، ده انت لو فتحت الدورة عندنا هتلاقي في حرب أهلية. في نفس التصريح بيقول ان بيراميدز هيتم خصم منه 6 نقاط لو ما حضرش مباراة سيراميكا. يعني الأهلي استقرار دولي وبيراميدز استقرار محلي، وتقريبا كده احنا بنلعب في دوري هيبقى فيه كتالوج خاص لكل نادي. نادي الزمالك هيتم التواصل بشكل ودي مع المدرب السابق جوزيه جوميز لدفع مستحقات او لتسوية مستحقات على نادي الزمالك بقيمة 120 ألف دولار له ولمعاونيه. نادي الزمالك بقى عامل زي البنك الدولي، عليه ديون لكل الفئات العمرية والمهنية، مدربين ولاعيبة ومساعدين وعاملين، يمكن حتى عامل القهوة ليه شيك عند نادي الزمالك. اللي عليه متأخر عند نادي الزمالك يجي ياخده، بقى اسمه نادي القرن في الدفع المؤجل. الإعلان المسيء لنادي الزمالك. نادي الزمالك تقدم بشكوى لرئيس الوزراء السيد مصطفى مدبولي، وتقدم بشكوى لهيئة الإعلام، وتقدم بشكوى للنيابة العامة، وتقدم بشكوى للبنك الدولي، وتقدم بشكوى لمجلس الأمن، وتقدم بشكوى لماما سناء. كل ده بسبب الإعلان المسيء لنادي الزمالك. طب ما أنا عندي حل. هم عملوا إعلان مسيء، اعمل أنت إعلان مسيء قصاده واحدة قصاد واحدة، بس كده. وأخيرا تم تجديد الثقة في إدارة رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب لموسم جديد، وتعيين إبراهيم الكفراوي بدل من عماد متعب بعد ما قدم استقالته. السلام عليكم.